معنا العقيد عماد حماد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة مرور القاهرة. أهلا بك يا سيادة العميد، ويعني قول لنا على تفاصيل هذه الحادثة لو سمحت. طبعا خير يا فندم. هو كان في من حوالي نص ساعة كان بعد الدوران بتاع حديقة الأزهر المتجه لمناطق السيدة عائشة كان في اختلال عجلة القيادة من قائد سيارة ملاكي، وتم انطلاق السيارة في نفس المكان، وده أدى إلى العربية إنها زحفت، فأدى إلى تانك البنزين كان فضل بنزين اللي فيه، أدت لاشتعال السيارة. الحمد لله تم السيطرة وتم الإطفاء وتم إخراج الشخصين اللي كانوا بداخلها مصابين، لكن حالتهم مطمئنة، وتم نقلهم للمستشفى، وتم رفع السيارة من المكان، وحاليا بيتم سحب الكثافة للقادم من مناطق صلاح سالم اتجاه مناطق السيدة عائشة. دي ادت لبعض الكثافات، لكن احنا بصفه عامه النهارده الاثنين في كثافات مرتفعه جدا على محاور القاهره جماعها كيوم الاثنين وبدايه الاسبوع. لسه لازلنا فتره ذروه الكثافه الفتره الصباحيه، ما وصلناش للهدوء حتى الان بالنسبه للكثافات على مستوى القاهره. لكن تم رفع الكثافات اللي نتجت عن الحادثه دي. بيتم حاليا تصفيه الكثافات، لكن هي كانت سببت بعض الكثافات المرتفعه للقادم من مناطق العروبه بصفه عامه اتجاه السيده عائشه، وحاليا بيتم تصفيه الكثافات جماعها. يعني احنا وصلنا دلوقتي لحد حديقه الازهر جزء بسيط من الكثافه متبقي فقط بعد رفع السياره. ايوه، بشكرك على هذه المعلومات العقيد عماد حماد مدير اداره العلاقات العامه والاعلام باداره مرور القاهره. نرجع تاني مرة أخرى لجولتنا الصحفية مع الأستاذ صفوت عمران. احنا لسه مع جريدة المصري اليوم يا أستاذ صفوت، لكن عنوان آخر